بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في صديق للقناة بيسأل عن ان الأرنبة بتاعته عملت زي الأرنبة اللي عندنا ونتفت ريش ونتفت الشعر وكل حاجة، ولكن الأرنبة بقالها 8 أيام لا ولدت ولا بان عليها ولادة ولا بان عليها عشر ولا لقي حاجة من اللي هي والداه. فأنا هقولك على حاجة، الأرنبة ما تنتفش ريش وتخنن وتعمل عش للولادة طول ما هي مش هتولد، مستحيل مستحيل. لازم الأرنبة دي أكيد ولدت. ممكن تكون ولدت وحصل حاجة من الاتنين. أول حاجة ممكن تكون ولدت وهي غير حاسة بالأمان فراحت أكلت عيالها، تمام؟ عندها عدم إحساس بالأمان، عندها في حاجة خوفتها، حاسة بتوتر، الخلفة طلعت ضعيفة، تمام؟ في خلفة ممكن أرنبة تلاقي إن الخلفة ضعيفة فتيجي واكلاها، تخاف يعني كنوع من الايه، ان هي بتتعامل مع عيالها على انه لا انتوا في بطني كملوا النمو، انتوا لما تدخلوا في بطنها، لما يدخل يعني بتتكلم معاهم، يعني هم مش قصدي حاجه. الارنبه لما بتتعامل مع عيالها على انهم ايه، لا تعالوا ادخلوا جوه بطني تاني، ده انا كده امان ليكم، هتكبروا وايه وهيطلعوا يعني نموكم هيكمل. لما كنتوا في بطني كنتوا حاسين بالامان، ما كنتش خايفه عليكم. نفس هي دي الفكره، ده تفكير سبحان الله، ده تفكير الارنبه، تفكيرها كده ان لو بلعتهم تاني ودخلوا جوه بطنها تاني هيعيشوا في امان اكتر. فانت ممكن يكون في قوارض كمان في المكان، يعني دخل فار لقطهم على طول وكلهم، ما سابش منهم حاجه. ممكن تكون هي كلتهم كمان برضو، مش بس عشان خاطر نقص نمو في الارانب او هي مش حاسه بالامان، ممكن يكون هي الارنبه نفسها عندها نقص فيتامينات. لو عندها نقص فيتامينات ونقص في كميه البروتين في جسمها هتاكل عيالها، تمام؟ ممكن في ناس بتقول ان ده بيكون افتراس متوارث في الارانب، يعني تكون السلاله دي بتاكل العيالها فعلا. فكده ده السبب الاول اللي يخليك تقول ان الارنبه دي ولدت وعيالها راحوا فين. السبب الثاني ان اللهم بارك، لا احنا قلنا ان السبب الثاني هو الفار، تمام؟ اللي يبقى هي يا اما انها اكلت عيالها، يا اما ان في فئران دخلت اكلت الانتاج بتاعها، بس مفيش اكتر من كده. يا اما هي اكلت عيالها، يا اما ان قوارض دخلت في المكان واكلت ولادها. فهو ده السبب التاني والاهم اللي يخليك تشوف ودور على اي خرم في العش عندك يكون بيدخل فئران. انت زي ما شايفني، بص انا يعني مني للسما على طول والدنيا مفتحه، فانا مجربه الموضوع ده، ان ابقى مستنيه ان الارنبه ولدت اطلع الاقي ايه، مفيش حاجه، بس الاحظ وجود بواقي اثر دم. ده ممكن يكون من الفئران. انا ما عنديش حد من الارانب اكل عياله. ليه؟ لاني بزود نسبة البروتين اثناء فترة العشر. لما فترة العشر بتاعت الأرنبة بحط لها الأكل بتاعها، وبحط معاه حفن شوية من حفنة كده من علف الفراخ البيضة اللي هو علف التسمين 23. فده علف التسمين 23 بيعوض نسبة بروتين وبيعلي نسبة البروتين اللي محتاجاها الأرنبة في الوجبة بتاعتها. فيبقى انت عندك كمان ممكن لو المية جلت قدام الأرانب، قدام الأرنبة برضو بتحس بعدم الأمان، لو الأكل جل برضو بتحس بعدم الأمان. الله أكبر. فأنت يعني ايه، اهتم بالحاجات دي. موضوع ان هل الأرنبة بان عليها عشر أو ما بانش عليها عشر، انت نزلت الأرنبة بعد الولادة امتى للذكر؟ معايا 10 ايام، من اسبوع ل10 ايام علشان يبان عليها العشر، عشان اقدر اعمل لها اقدر اعمل جس، تمام؟ معايا من اسبوع ل10 ايام علشان اقدر اجس الارنبه واعرف هل الارنبه بتاعتي عشر ولا لا. انتظرني دقيقتين وهكمل معاك تاني. نيجي بقى لموضوع تاني، وهو ان ممكن الارنبه تكون عندها تاخر ولاده. تاخر الولاده واسبابها وتعثر الولاده احنا عملنا عليه فيديو قبل كده، اتكلمت فيه عن اسباب تعثر الولاده عند الارانب. بس تعثر الولاده ما بيقعدش 8 ايام. انت بتقول ان الارنبه اديلها من 8 ايام. طب هل انت حاسب لها؟ احسب للارنبه بتاعتك واعمل لها جدول متابعه. لازم يبقى عندنا كراسة فيها جدول متابعة للأرنبة. عندي كم أرنبة، كل أرنبة بالجدول بتاعها، أعرف إمتى اتلقحت، يومين نزلتها للتلقيح، يومين ولدت، يومين فطمت عيالها، هي نفسها أنا اشتريتها يوم إيه أو واتولدت عندي يوم إيه.
تمام. انا الجدول ده بيبقى معمول كده كامل، لكل ارنبه صفحه نفضل ايه نغني فيها انا وهي، واكتب واتابعها واكتب ايه الحاجات بتاعتها، زي ما بنعمل جدول مثلا متابعه للحمام. احنا بنعمل جدول متابعه لاجواز الحمام اللي عندنا، بنعمل برضو جدول متابعه لكل ارنبه، جدول بمواعيد تلقيحها ومواعيد ويوم الجس، جست امتى، وهل لما جست كان الجس كان في أجنة في بطنها ولا لأ، هل نزلتها للعشر تاني، هل اختبرتها ان نزلتها للعشر مثلا والذكر ما جاش ناحيتها او ما تمكنش منها، فعرفت كده ان الارنبه خلاص عشر مش هيخصبها تاني او كده. بس فانت كمان لازم تكون جسيتها وتاكدت هي عشر ولا لا، حسيت بالاجنه بكرات الميه اللي بتبقى موجود، كرات كده كانها كرات الميه، برضو الكلام ده انا كله كنت جايلاه في فيديو قبل كده. غير الجس، لو ما بتعرفش تجس برضو في نفس الفيديو عامله متكلم عن العلامات العشر، وهل الارنبه اعرفها ازاي ان هي عشر من غير ما اجس، انا ما بعرفش في الجس. طيب كل علامات العشر قلتها قبل كده، وعلامات الولاده برضو قلتها قبل كده، برضو موجوده، يعني ارجع معلش الفيديوهات اللي موجوده على القناه، هم مش كتار بس هتلاقي فيه ان شاء الله باذن الله المعلومات اللي انت عايزها. بالنسبه لتاخر الولاده، عدى 30 يوم في الشتاء، 28 يوم في الصيف او 29 يوم في الصيف والارنبه ما ولدتش، يبقى انا عندي تاخر ولاده. تاخر الولاده ده في حلين، بس تاخر الولاده ما يقعدش 8 ايام ولا اسبوع، تاخر الولاده كبيره في يومين، ولازم تكون على ان الارنبه يا هتموت يا هتموت، ما اعتقدش مش هتقدر تولد. تعثر الولاده لو انت ما استعملتش معاها الطرق الاسعافيه بتاعتها، مش هتلحق الارنبه، الاجنه هتموت في بطنها وهي هتموت، يعني ممكن تولد اجنه ميته وممكن هي كمان تموت معاها. تمام. فانت دلوقتي علشان تعرف الارنبه مثلا عدى عليها 30 يوم ولا ولدت ولا ظهر عليها اي اثر ولاده، ساعتها انا هعمل ايه؟ لو انت بتربي تربيه في بطاريات او تربيه محبوسه، او عازل الارنبه عن ذكر الارنب، الارانب بالعشر عازلهم عن ذكر الارنب، فانا بنصحك انك تاخد الارنبه تحطها مع الذكر يجريها شويه ويمشيها شويه، فيحصل عندها توسع في عنق الرحم، فيسهل عليها الامر ان هي تولد. بسيبها مع الذكر كده من مده ساعه او ساعه ونص، الذكر يمشيها ويجريها ويهتم بيها، فالحركة تخليها تتحرك، فيحصل تمدد في العضل، ارتخاء في عضلات عنق الرحم وكده، فتقدر تولد. اذا انت عملت الحل ده والارنبه برضو لسه ما ولدتش معاك، يبقى انت هتحتاج الى حقن توسيع، تديها حقنة اللي هي طلق الصناعي، وحقن توسيع لعنق الرحم. وطبعا دي انت لو ما تعرفش فيها ومش متمكن في ان انت تدي الحقن وكده، فانت انصحك انك تحط الارنبه بتاعتك دي في حاجه وتاخدها توديها لاقرب عياده بيطريه عندك. العياده البيطريه الدكتور هياخدها وهيكشف عليها، لو عندها عسر ولاده هيتعامل معاها وهيتدخل هو بمعرفته، وهيعلمك ازاي تديها الحقن وازاي تديها الادويه اللي تساعدها على توسع عنق الرحم وارتخائه وان هي تولد بسلام. دي نقطة. النقطة التانية، لو مثلا الأرنبة بتاعتك مثلا انت مش حاسب لها صح، هو هيجسها. ممكن في عيادات بيطرية دلوقتي بيبقى فيها زي سونار للأرانب والحاجات اللي زي كده، يعني الحمد لله الطب تطور وفي حاجات كتيرة تقدر تساعدك. ان شاء الله يا رب يكون قدرت افيدك في معلومة في الموضوع دواتي، ويا رب ده. بصوا الأرانب بتوعي دول النتي مش حطاهم مع الذكر، حطاهم لوحديهم، فدول نتي لوحديهم، دول على وش ولادات او كده، فعشر جديد، فمش حطاهم مع الذكر. لو حصل اي تاخير بدخل الارنبه، باخد الارنبه اللي انا عليها الدور ان هي تولد او ميعاد ولادتها جه قبل ما تولد، باخدها قبلها بشويه بيوم ولا حاجه، اخدها احطها مع الذكر يجريها ويمشيها. تمام. فتبقى ان شاء الله عملية الولادة عليها سهلة ويسيرة. يا رب اكون فدتك، يا رب اكون قدرت اديك ولو جزء بسيط من معلومة واستفدت بيها. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم ان كنتوا يعني واثقين في القناة بتاعتي، واثقين في المعلومة اللي انا بقولها لكم. معلش بتأخر عليكم في الردود نظرا لضغط البيت وشغل البيت، انتوا عارفين ان وشغل البيت وكده والاجهاد بتاع شغل البيت، لكن ان شاء الله باذن الله هحاول كل فتره ارد على اسئلتكم. اللي عنده اي اسئله تاني يكتبها لي في التعليقات وهرد عليه، وربنا يوفقنا ويوفقكم يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.